أجرت وزارة الثقافة السعودية إنذارا لقناة MBC الإعلامية الأردنية على الفارسة. وبحسب ما نقل حساب أخبار السعودي المقرب من أصحاب القرار، فإن الخطوة جاءت بعد مخالفة القناة تعليمات الوزارة التي تقضي بالإيقاف على الفارس عن الخروج عبر القنوات السعودية. وكانت على الفارس ظهرت مجددا عبر MBC عقب توقفها لأيام بعيدا تغريدة نشرتها عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهو ما اعتبره سعوديون إهانة لهم على الفارس بدورها. وفي تعليق غير مباشر على انذار وزارة الثقافة السعودية لMBC إسباها، قالت في رسالة لمتابعيها عبر انستغرام إنها ستلتقي بهم في العام المقبل دون تحديد الفترة الزمنية بشكل دقيق. وأكدت الفارس أنها لا تحمل أي نية للإساءة لأحد، مبدية أسفها لله هجوم العنيف عليها المحمل بالشتائم والذي طال والدها المتوفى. وأضافت: أرحل بسلام، فبعدما أسلفته اليوم فعلا أولى والآن قولا، سأكون أول الراحلين فاصل منقوطة لأحافظ على ما صنعت من أنياب مغتالي أحلامنا وشقاء عمرنا. وكان ناشطون سعوديون هاجموا MBC لإعادتها على الفارس مطالبين بإيقاف الإعلامية الأردنية عن العمل مع القناة بشكل نهائي، رغم أن الأخيرة أكدت مرارا أنها لم تسوء للسعودية في تغريدتها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.